السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. يلا زي ما اتعودنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومتنسيش لو اول ما تشوفيني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بقى مع بعضنا النهارده نوريكم طريقه الشاورما على طريقه الست المصريه. معايا حوالي كيلو الا ربع بانيه، قطعته كده رفيع خالص شرايح، ونزلت عليه بعلبه زبادي وقلبته كويس، وبعدين جبت عليه ربع كوبايه خل ونزلتها. اديني بحط الخل معاكم اهو. متنسيش بقى لو اول مره تشوفيني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. وصلي على النبي في الكومنتات وقولي رايك في الشاورما بتاعت رحمه النهارده بقى خلصنا كده، حطينا الزبادي وحطينا الخل. هننزل عليها بقى بالتوابل اللي عندنا. الشاورما بتحب التوابل، يعني ايه، بحبحيها، ما تمسكيش ايدك في التوابل معاها. حطينا ملح وفلفل اسود، وهنحط بهارات شاورما، وهنجيب كمان شطه وبابريكا، وهنحط ملح فلفل اسود لو عندك ابيض كمان هنحطيه، وهنحط عليهم توم باودر وبصل باودر، وهنحط رشه جنزبيل كمان. وكل ده هنقلبه مع بعض، قلب قلب قلب، ونحط على بعض. كنت نسيت التوم البودره والبصل البودره، حطيتهم في الاخر اهو قدامكم. وبصوا بقى الحركات، طلعت طاسه جديده يا جماعه. الطاسه دي ما طلعتش قبل كده، بس للاسف طلعت صغيره. كنت ناويه اصور فيها بس طلعت صغيره. الطاسه دي من الجهاز، عارفين يعني ايه من الجهاز. ادينا طلعناها اهوت، بس للاسف ما كملناش فيها. هنركنها على جنب، بس هنستخدمها لحاجات تاني. هنقلبها، هنقلب البصل بتاعنا دوت، وهنقطع البصل بتاعنا ده جناحات، يكون رفيع مش تخينه. بصوا انا قلبت البصل، بس نقلته في صينيه تاني، لقيت ان حسيت المقادير قليله في الطاسه. وكان عندي فلفل الوان، زي ما قلت لكم الفلفل الالوان اليومين دول رخيص، استغلوا الموضوع يا جماعه. بعد كده بيغلى. بصوا هنقلبهم مع بعضهم، اللي هم بس بيشوحوا مع بعضهم، بيتبلوا كده شويه. ورحت نازله عليه بالتتبيله اللي احنا عاملينها، اللي هي بتاعه الفرخه البانيه. هنقلبهم مع بعضهم ناكلهم. بصوا قلب قلب قلب. يلا بقى مستنيه ايه؟ اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. وقولي ايه رايك في الشوربه بتاعه ام اسامه النهارده اهو. اللهم بارك، شكلها تحفه. بصوا الحاجات. اول بقى بنجيب معانا، كان عندي عيش سوري حطاه في الفريزر، طلعته وانا عملت التوميه دي، هبقى اوريكم برده الفيديو بتاعها. هنجيب التوميه ونروح تانيين الرغيف السوري كده من عن حرف حته صغيره، ونروح جايبين عاملين بقى بطاطس شيبسي او بطاطس عاديه، ونروح حاطين عليها الشاورما. الاول التوميه، وبعدين الشاورما، وبعدين البطاطس، وبعدين الخيار. الاستاذه سما طبعا هي اللي عملت الخيار، هوريكم برده الفيديو بتاعه. ده خيار المخلل في 5 دقايق. هنقفله كده. بصوا يا جماعه، بنقفل من اليمين ومن الشمال وبنلف. وبعدين بقى في اي طاسه عندك او جريل نروح محمرينه. يا جماعه شكله اللهم بارك، والطعم تحفه بجد، اللهم بارك بجد عليه. بصوا الله، ده حوالي كام كيلو تقريبا عيش سوري. متنسيش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير.